عليكم ورحمة الله. أحييكم من استاد القاهرة الدولي. كل عام وأنتم بخير في المباراة الثانية في الدوري العام للنادي الأهلي والنادي الأولمبي. في هذه الأيام العظيمة أيام أكتوبر نقول لكم كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله ربنا يعود هذه الأيام على الأمة العربية والإسلامية ومصر بخير بإذن الله. يمثل الأهلي النهاردة إكرامي، حمدي أبو راضي، محمود صالح، ضياء السيد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، محمد عامر، مصطفى عبده، الخطيب، زكريا ناصر. أما النادي الأولمبي حليمو، هشام عبد القادر، سامي صلاح، الجمل، علاء السيد، عبد الحكيم عثمان، عبد الحكيم عثمان في النص، حسن صابر، احمد عبد العزيز او الكاس الصغير. الاولمبي خط هجومه احمد خليل، عادل عبد المقصود، ايمن ابراهيم. يحكم هذه المباراة الحكم الدولي احمد بدوي، وبيساعده صلاح رمضان ونشأة توفيق، الاثنين من وجه ابلي، صلاح رمضان من ديروت ونشأة توفيق من اسيوط. يراقب المباراة المستشار عوض السعد. اما الاحتياطي اليوم فالاهلي احمد شوبير، محمد حشيش، خالد جد الله، ايمن شوقي، شريف عبد المنعم. المدير اللي احنا عارفين مستر دون ريفي، مدير اداري عزيز مبروك، بيساعد دون ريفي احمد ماهر وحازم كرم وعبد الرحيم حسن. دكتور للنادي الاهلي دكتور وفيق مكاوي. اصابات ملاعب حسنين حمزه ومحمود حمدي. اما احتياطي الاولمبي فالخويسكي، عطيه عبد الهادي، السويسي، محمد عبد المنعم، عمر فهمي. مدير كامل صرصار، البحر جسور. مدرب دكتور عادل فهمي الدكتور للفرقه. القرعه اتعملت، وعلى يمينك النادي الاهلي وعلى شمالك باللبس الاحمر الجميل والنمر ظاهره جدا، حاجه كويسه. النادي الاولمبي لابس اللبس الابيض على شمالك، والنمر صحيح بهتانه قوي كده بالاحمر، ليه مش عارف. والاولمبي هو اللي اختار، بدليل ان النادي الاهلي اللي هيسنطر. كرة في النص والحكم صفر وابتدأت المباراة. ربيع ياسين نادي اهلي، مجدي عبد الغني نادي اهلي، علاء ميهوب نادي اهلي، حمدي ابو راضي، مجدي عبد الغني، محمد عامر صغيرة، مجدي عبد الغني ورا تاني ربيع ياسين، محمد عامر برا اوت. اول لعبه لعب الحكيم عثمان برا اوت. محمد عامر، ربيع ياسين يقدر يلعب طويله هناك الناحيه الثانيه، لعبها قصيره ولسه طبعا بيدي ربيع قدام، تتقطع اوت بتاعه النادي الاهلي. محمد عامر ده ربيع ياسين الباك الشمال وبيلعب مطرح الوينج الشمال قدام، ترجع الى زكريا ناصر بيلعبها في النص تتقطع. طلعت الاولمبي، اول كوره تفوت بعد السنتر، طلعها بره محمود صالح. هيرمي الاوت هشام عبد القادر، واظن لاحظتوا ان النمر مش واضحه جدا. طالع بيها الاولمبي،
وبياخدها عادل، وهات وخد رجعة، ما فيش حد ابدا. ضياء ومحمود صالح، ضياء الى حمدي ابو راد لحد السنتر. كل ده لسه جس النبض علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، ودخل مصطفى كابتن النادي الاهلي. مصطفى بتتاخد، سبقت مصطفى تو ما سبقت انتوا عارفين بتتخطف، يخطفها النادي الاولمبي، لكن بيشترك النادي الاولمبي ومع محمود صالح، وزقه في صالح محمود صالح بتتلعب اوام. ضياء السيد، حمدي ابو راضي، مجدي عبد الغني، مشي من واحد والتاني ربيع ياسين يقدر يلعب طويله الناحيه الثانيه، لسه ما فيش لعبه طويل، رجعها ورا الى محمود الخطيب. اول لعبه تيجي للخطيب وبيلعبها حلوه مقشره ناحيه اليمين، يخطفها عصام ويمشي الاولمبي من ناحيه الشمال الى المن. فاول في صالح الاولمبي بعد السنتر. لعبه زي دي تلعب طويله هناك، اتلعبت قصيره وماشي بيها الاولمبي، ماشي من واحد اتنين وبيديها الونج الشمال، صعب انه يلحقها. النادي الاهلي اقرب، بره، اوت. احنا عارفين النادي الاهلي لعب مباراه واحده كسب المنصوره 4-0، والاولمبي لعب مباراه واحده كسب المنيا 4-0، مع الفارق ان الاهلي كان بيلعب في المنصوره انما الاولمبي كان بيلعب في اسكندريه. يبقى الاثنين عندهم كل واحد نقطتين واربع اهداف في صالحه. ومصطفى عبده بيدي لعبه حلوه بيقطعها هشام لاعب الحكيم. فاول في صالح الاولمبي. عبد الحكيم عثمان بيلعبها طويله قدام، ربيع ياسين مش سايبه لسه. كورنر، اول كورنر في الماتش في صالح النادي الاولمبي من ناحيه اليمين، ونمره 14 عبد الحكيم عثمان هيلعبها بيمينه، ولعبه حلوه طويله قدام. بدي اقول ان ده اول ماتش يلعبه الكابتن اكرامي بعد ما الاصابه اللي منعته من انه يسافر الاولمبياد ومنعته من فريق مصر القومي مده طويله. بنقول له الحمد لله على السلامه، ونتمنى له كل توفيق، ونتمنى لثابت البطل زميله ايضا التوفيق، حتى ان تبقى قوه مصر الضاربه بكل نجومها باذن الله. هينضموا لزميلهم طبعا عادل المأمور. من السنتر بترجع الى حليمو عنده خبرة كبيرة. هشام عبد القادر، زكريا بتيجي في رجله لكن تمشي الربيع، وربيع بياخدها ويمشي وشه لجوله بيلعبها الاضمن لضياء، وضيع على الارض لمجدي عبد الغني، لفها لفه حلوه لنفسه واداها حلوه، تمشيه حلوه، لكن صاحي هشام عبد القادر رجعها الى حليمو. فات 5 دقائق من ابتداء الشوط الاول ولا زالت النتيجه التعادل 0-0، ومفيش حاجه بين الثلاث خشبات. ما شفناش الا كورنر اللي كان في صالح الاولمبي. محمود الخطيب بيحلق من بعيد، بتتلعب يرجعها حمدي. مجدي عبد الغني، مشيت محمد عامر اداها حلوه الى الخطيب اللي اداها له احلى، هوبا طلعها بدماغه. ديفنس الاولمبي كويس قافل، وبيرجعها من النص الى حليمو. هذه اللعب على ما زي ما انت شايفين
على مهله خالص. نمرة 15 حسن صابر إلى حليمو. حليمو إلى هشام عبد القادر. زكريا ناصف من بعيد بيحل خليه يرجعها تاني إلى حليمو. طبعا واحد يقول السرعة بتاعت الماتش مش زي الماتش اللي شفناه هنا الجمعة اللي فاتت بين الأهلي والمقاولين. على فكرة الأهلي والمقاولين هيلعبوا الحد الجاي والحد اللي بعده مع بعض. الحد اللي جاي في الدوري والحد اللي بعده في بطولة أفريقيا. مجدي عبد الغني، محمد عامر. مجدي عبد الغني تاني بيرقص تروح ياخدها الأولمبي وتروح راخر من الأولمبي. زكريا ناصف داخل بياخدها بغمزة سامي صلاح إلى عبد الحكيم عثمان. هوش إنه هيديها جوه، قطع عليه السكة محمود الخطيب لعبها لورا. خدها حسن صابر ولفة حلوة وتمشية والتانية ربيع توقيفة. ما تبقى مهارات اللاعب كويس. اوفسايد زكريا ناصف. في راية وفي صفارة. اتلعبت من هناك عاوز يلعبها حليم والحكم قال لا احمد بدوي من هنا. اتلعبت لعب الحكيم عثمان. هشام عبد القادر بره اوت في صالح ايمن ابراهيم. هشام عبد القادر هيرفع والرفعه هناك تتجه الوراء. مجدي عبد الغني بيلف وربيع هيرجعها الى محمود صالح لحمدي ابو راضي. حمدي ابو راضي قدام محمد عامر. اوفسايد زكريا ناصف. اتلعبت الاوفسايد ورا الى حليمو. هشام عبد القادر طويله قدام تفوت من ربيع، لكن صالح بيلعبها لمحمد عامر محمود صالح تاني ماشي. هو الجول بقى بيشدوا بينالتي او بره يعتبر الحكم الشده من بره ودوكها جول. هو واقع جوه اهو. الاهلي قال بينالتي والحكم قال احمد بدوي اتشد من بره وهو واقع جوه، لكن واقع جوه قطعا زي ما شفت في الصوره لانه شد نفسه. فمين اللي يقول؟ الحكم. ضربه حره مباشره لازم يبعد 10 ياردات لاعبي هيلعب ضربة الحرة غير مباشرة. محمد عامر، مصطفى يونس، الخطيب ومصطفى عبده اللي جنبها. احمد بدوي صفر والخطيب هوبا جول. حلوة في الزاوية اليمين. جول محمود الخطيب. قلت لك مصطفى عبده. واحد صفر للنادي الاهلي وفات 10 دقايق. 1-0 النادي الاهلي. محمود الخطيب.
وترجع ورا الاهلي 1-0. وابتدى بعد 10 دقايق يتهز الاولمبي ويرجع الكرة من السنتر للجول الى الوينج الشمال عصام السيد. نقلتين 3 للنادي الاهلي ومجدي عبد الغني كويس، وزكريا ناصر، ربيع ياسين ماشي بقى في الوينج الليفت. انت عارفين ربيع ياسين بيلعب الناحيه الهجوميه حلو. الخطيب تاني وعاوز يديها هات وخد، ما مشيتش ياخدها النادي الاهلي، النادي الاولمبي، ويمشي النادي الاولمبي. شنكله فاول في صالح الاولمبي، بيعتذر له مجدي عبد الغني للجمال. مصطفى عبده اتعالج بره، عالجه الدكتور مكاوي ودخل هيخش. هيرفع النادي الاهلي اوفسايد. بتتلعب، هيطلع اكرامي، اول لعبه ياخدها اكرامي، اوت بتاعه الاولمبي. ربيع ياسين فاول في صالح ربيع ياسين. الاسماعيليه، النادي الاسماعيلي لعب مباراتين ولذلك عنده 3 نقط، تعادل مع المصري وكسب المباراه اللي فاتت، عنده 3 نقط. النادي الاهلي مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي، فاول في صالح مصطفى، لعبها اوام، عنده خبره كتيره مصطفى، حطها اوام واداها لمجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني بيلعبها ناحيه اليمين، تروح نقلتين وبكعبه بياخدها النادي الاهلي. مجدي عبد الغني بره ما توصلوش. ماشي ياخدها منه مشي في زقه صحيح، مشي الصفاره بس اخرت همسه، لكن كانت الزقه واضحه، يمكن انتوا شفتوها في التلفزيون، واضحه جدا. نمره 8 ده مجدي عبد الغني، ومجدي عبد الغني الى الخطيب على الارض، المجدي لمصطفى تتقطع. حليم طالع بينده، طويلة لعبة حليمه للأيمن إبراهيم المن. الأوت بتاعت الأولمبي في ظهره، تروح للنادي الأهلي. ماشي لعبة زي دي، مستني انه مصطفى ياخدها ويكسر بيها جوه، ويكسر بيها جوه. سرعة مصطفى باينة، بتروح ناحية اليمين، ترجع اكرامي. مفيش فراودة عادل عبد المقصود وايمن ابراهيم واحمد خليل، لسه محمد عامر زكريا ناصر، هتاخد حلوه. علاء ميهوب كان داخل زي السهم عاوز يخطف حاجه، ما مشيتش. ياخدها تاني النادي الاهلي، في ضغط طبعا من النادي الاهلي،
زكريا ناصف دخل في النص ولعبها لمحمد عامر، ومحمد عامر بيخش حليم ويخطفها ويلعبها برجله ربيع ياسين، بيوقفها ربيع كويس وبيهوش. فاول، اوت، ده اوت قبل الفاول. اتلعبت اوامر الاوت من نمره 12 عادل عبد المقصود، بره مجدي عبد الغني. احمد خليل جنب الخط مستني الاوت من هشام عبد القادر، ما ياخدهاش احمد خليل، ياخدها عادل عبد المقصود. اوت تاني برضه هشام عبد القادر هيرمي الاوت، لعبها 14 عبد الحكيم عثمان، بره هشام عبد القادر. فات ربع ساعة والنتيجة النادي الأهلي 1 والأولمبي 0، واللي جاب الجول محمود الخطيب من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء في الزاوية على يمين حليم، وعلى طول أرضية ما يقدرش يعمل لها حاجة. أوت، كورنر في صالح الأولمبي، تاني كورنر في صالح الأولمبي. اتلعبت صغيرة الدور ده، وتاني بيقول له اوعى تشوط من بره، شوطه ضعيفه جدا يصدها مجدي عبد الغني، وبيرقص على واسع ويدي اكرامي، ضياء، حمدي ابو راضي، زكريا ناصف دخل جوه، وجال خطيب وينج شمال، مشي مصطفى والشنكل. اوت. كرة مع الأولمبي، مجدي عبد الغني بيه هلا ياخدها النادي الأولمبي. علاء الباك اليمين هيمشي، هشام عبد القادر يقدر يطلع قدامه ويتضم مع الفراوده، واتلعبت اوفر حلوه الناحيه الثانيه. برافو اكرامي، برافو. اول نوبه واداها اوام بسرعه النادي الاهلي بعد ما كان اللعب عليه بقت هناك، وزكريا ناصف هيجيب جول اهو. برافو حليم، برافو حليم في الشك، برافو حليم. زكريا مشي كويس قوي قوي قوي، وطمع حليمه على انه هيخش ويطلع بها بره، انما حليمه طلع ناصح وخدها من قدام رجليه، كانت اكيد 100% جول. حليمه اللي انقذ جول دلوقتي للنادي الاولمبي من زكريا ناصف، بيديها لسامي، سامي ليه؟ حليمه قدام. محمد عامر بره، اوت بتاعه النادي الاهلي. ربيع ياسين هيرمي الاوت. فات تلت ساعة والنتيجة في صالح الأهلي 1-0 في الدوري العام. تاني مباراة للنادي الأهلي، كسب المباراة الأولى 4-0، والأولمبي دي المباراة الثانية كسب الأولى أيضا قصاد المنيا 4-0. لكن الأهلي كان لا يلعب في المنصورة. الخطيب بيرجع لورا لمجدي عبد الغني، ومجدي عبد الغني على نفس الخط مع ربيع مع محمد عامر. الخطيب بيطلع لقدام، هوبا، حمدي ابو راضي طلع قدام وفاجئ حليمه، لكن حليمه في النص. ضياء السيد علق، راحت يرجعها تاني ضياء، علق للمرة الثانية، ياخدها الأولمبي ويمشي. جمل وعادل عبد المقصود، مشتركة بره.
لعبة الاوت اوام، هيرفع، لعبها واطية قوي، كورنر. في الظاهرة العجيبة ان في 3 كورنر على النادي الاهلي لغاية دلوقتي. الاهلي هو اللي كابس، لكن في 3 كورنر عليه، ودي كانت قريبة جدا من الجول. بيخطفها مصطفى عبده ويمشي. مصطفى عبده فتحة رجليه وسريعة، الباك عصام السيد بيرجعها. ده الجمل. الاوت للنادي الاهلي، بيلعبها حمدي ابو راضي الى ضيع. الخطيب مستنيها ما توصلوش، يخش الخطيب ياخدها ربيع هشام، بره. ربيع السيد حاول في 2 ربيع على العموم. هشام عبد القادر بره، ربيع مجدي عبد الغني خدم محمد عامر واداها لزكريا ناصف. مصطفى عبده فاول، في فاول، في صفاره. ده صفاره للاسف من بره مش من الحكم. خطر قوي الحكايه دي. صفاره ضربت والصفاره دي يعني ما تنبألهاش الحكم، لانه كان لازم يوقف اللعب ويشوف مين اللي صفر، لان كان يجوز جدا اللعيبه اللي في الارض يقفوا زي ما احنا افتكرنا انها مصفر، وكنا هنقول يدي الادفانتج رول اللي هي اعطاء الفرصه. هو لحسن الحظ اعطاء الفرصه فعلا. زكريا ناصف وهاتوا خد. الخطيب تروح وتلعب من ورا محمد عامر، ياخدها احمد خليل. احمد خليل برأس واحد والتاني يفوت محمد عامر ومشي. احمد خليل مشي على مهله بقى ولعبها صغيره. زكريا ناصف راجع يساعد هناك. 3 من النادي الاهلي بينط، ياخدها ديفنس، يديها ربيع ياسين طويله قدام، تطول من علاء ميهوب وتروح للونج الشمال. حاشها فعلا، لحقها صغيره، انتهت. طويلة، الخطيب ياخدها من فوق دماغه، مدي فاول وانذار، اللاعب يقول له انا ما عملتش حاجة، لكن اللي يحكم هنا مين اللي ياخد الانذار. يقول له ما عملتش حاجة. نمرة 4 الجمل، كلهم بيقولوا لأحمد بدوي. فاول في صالح الخطيب وانذار الجمل. 25 دقيقة فاتت والنتيجة 1-0 في صالح النادي. سلم عليه نمرة 8. سامي صلاح الظاهر هو اللي خد الانذار. نمرة 8 انا شايفه بيسلم على الخطيب. الخطيب هيرفع وبيطلعها الديفنس. مجدي عبد الغني والخطيب بيقلش في اوفسايد. لا، ربيع ياسين اوفسايد جامد بعيد يعني واضح يعني. اوفسايد على ربيع ياسين. الجمل حليمو هشام طويلة قدام.
فاول في صالح عادل عبد المقصود. لعبه عوام للانسان الشمال، هو بتسبقه يخش على اكرامي يرمي نفسه ياخدها اكرامي. طويله لعبه اكرامي. مصطفى عبده، زكريا ناصف، الباك اقرب بتاعته هيدي حليمه. الباك قطعها قبل حليمه. وهشام بيقول له هات، ادى هشام فعلا. هيرجع تاني هشام ورا. لسه كل ده الاولمبي عاوز يلعب لعبه طويله قدام يعتمد عليها. رجعها ضياء السيد الى علاء ميهوب. علاء ميهوب الى حمدي ابو راضي. لسه حمدي ابو راضي هيلعبها صغيره. محمود الخطيب لعبها المجدي عبد الغني اللي هيشوط. ادى الخطيب قبل سبقت الخطيب. هو بيجرها يصلحها لنفسه، راحت لحد حليمه وما كانش يقصد يشوط الشوطه الضعيفه دي. مصطفى عبده بتتاخد من مصطفى وبتتلعب من ورا زكريا ناصف الى ايمن. طويله راحت. مجدي عبد الغني، محمد عامر، ربيع ياسين الثالثه، الرابعه لا الرابعه الى الخطيب، الخامسه علاء ميهوب، السادسه مصطفى عبده، السابعه اوف سايد مصطفى عبده. اوف سايد مصطفى عبده. في صفاره، في رايه وصفاره والاوف سايد على مصطفى عبده. حليمه جول النادي الاولمبي. طويله قدام عادل عبد المقصود بترجعها ضياء. هشام، زكريا مش هيسيبه خدها زكريا من عبد الحكيم ومشي من عبد الحكيم ورقص. برافو، ورقص الجمل ولعبها بالعرض. لعبه حلوه بنقول له برافو عليها، وبنقول لحليم برافو عليها، امسكه كويس. فاول في صالح الاولمبي. مكون كويس من زكريا ومكون كويس من حليمه. احمد خليل ما خدش لعبه عادل عم مقصود، وطويله وايمن بعيد خالص. اكرامي لوحده خالص، يمكن انت شايفه في الصوره ما جنبوش الا نمره 6 ضياء السيد. مجدي عبد الغني، محمود الخطيب بيلعب دلوقتي متاخر في النص وبيديها على يمينه وهات وخد. زكريا بيرجعها تاني. مصطفى عبده بيمشي، مصطفى بيلعبها على يمينه بره اوت. واحد صفر للنادي الاهلي، واللي جاب الجول الخطيب بعد 10 دقايق. كان في لعبه رقص ودخل اتشد، وقع داخل منطقه الجزاء، انما الحكم قال انه اتشد خارج منطقه الجزاء واتحطت خارج منطقه الجزاء. شاطها الخطيب قويه في واطيه في الزاويه اليمين تدخل جول. يبقى 1-0 للاولمبي بعد 10 دقايق. محمود الخطيب. عبد الحكيم عثمان لعبته تروح هايله قوي الوينج الشمال لوحده، لكن النادي الاهلي بيقفل. فاول على النادي الاهلي، ضربه حره غير مباشره، واحمد بدوي رافع ايده الشمال اهي، ايده الشمال مرفوعه. نمره 15 هناك. في 3-4 من الاولمبي لازم يبعدوا اللعيبه 10 ياردات زي النادي الاهلي ما رجع 10 ياردات. ساعد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. النادي الاهلي واقف على بعد 10 خطوات فعلا، اللي هي 10 ياردات، واتلعبت صغيره وفوق في السماء. هاي نص ساعه فاتت والنتيجه 1-0 للنادي الاهلي، واللي جابوا الجول الخطيب. الخطيب بعد ما كان بيلعب شويه في النص ابتدى يطلع قدام دلوقتي راس حربه مع الجمل ومع سامي صلاح، واقف في وسطيهم مستني لعبه طويله، مستني لعبه طويله اهو. رجعها مصطفى عبده، خدها الاولمبي ومشي من ناحيه الشمال، وهو والجول، هو جول، هو جول. عنده فرصه عمره، فرصة عمره يخلص الجول بتاع النادي الاهلي. حطها بره، اكرامي طلع في الوقت المناسب، خضه وحطها بره خالص. كان هو والجول اكبر فرصة جت للنادي الاولمبي في هذا الشوط. زكريا ناصر قدام دلوقتي، في علاء ميهوب وفي الخطيب وفي محمد عامر. مجدي عبد الغني هيدي محمد عامر، ومجدي عبد الغني تقدم ناحيه الشمال ومشي، لكن دوكها اسرع منه، خدها بره اوت بتاعت النادي الاولمبي. هشام عبد القادر طويله قدام علاء، لسه علاء بيشترك، فاول في صالح علاء. عبد المقصود اتلعبت له صغيره. احمد خليل حلوه الى عبد الحكيم، كورنر، كورنر الرابع في صالح الاولمبي في الشوط ده، لكن ما جات لهمش فرصه الا الفرصه اللي ضاعت دوكها. كورنر هيلعبها طويله لان ما فيش حد جنبه. اتلعبت عاليه وبترجع، مصطفى عبده راجع لورا يلم على مهله لسه مصطفى. محمود صالح، مجدي عبد الغني، ربيع ياسين، زكريا ناصف، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني. السبعه لمصطفى عبده اوفسايد، اوفسايد اكيد. لعبها بعد الكوره، بعد الصفاره حمدي ابو راضي. الحكم حط ايده في جيبه كده وبيقول له يعني تاني نوبه لو لعبت بعد الصفاره هنزلك. ملهاش لزوم، لان الانذارات بيستهونوا بيها اللعيبه وملهاش اي لازمه، وبعدين انذارين بيوقفوه ماتش ويمكن نادي محتاجه شد الاحتياج. النادي الاهلي لعب الاوت صغيره لمحمود صالح، مجدي عبد الغني، ربيع ياسين، مشي ربيع، مشي ربيع واداها حلوه، سبقت الخطيب، خدها الباك وبيمشي وبيخش مصطفى، بيطلع منه ويمشي الباك لحد ما يحصل السنتر حلو، ولعبها حلوه قوي للونج الشمال. خلاص انتهت، راحت، خدها النادي الاهلي. علاء ميهوب لعبها هو جول، هيجيب الجول الثاني. محمد عامر
الجول الثاني، قلت لك هيجيب الجول الثاني. محمد عامر جاياله مؤشرة، طلع عليه حليمو يحط الجول الثاني. محمد عامر بعد 35 دقيقة 2-0 للنادي الأهلي في مباراة الدوري ألعاب الممتاز الأسبوع الثاني. علاء ميهوب طلع بيها حلو، طلع بيها علاء واداها لمحمد عامر، استنى اما طلع عليه حليم وحطها جوه الجول. مصطفى عبده بتروح من مصطفى، في صفارة اوت، هيرفع فاول في صالح الاولمبي. في ظاهرة عجيبة قوي ان على النادي الاهلي 4 كورنر وعلى الاولمبي مفيش ولا كورنر، والاولمبي مغلوب 2-0. بتقع من ايد اكرامي ترجع الى خطيب، سبقته خلاص، وقف علاء ميهوب، سبقته وقف. حمدي ابو راضي اللي زمان ياما كنا بنلعب في المدارس كان لسه ما طلعش ضربات الجزاء اما نطلع درو وبتاع عشان يخلصوا موسم المدارس. كان القانون عندنا لما ينتهي الماتش اللي في صالحه كورنرز اكتر يبقى غالب. ليه؟ لان دي يعني هجم اكتر. فاول. الحكم قال لا، هو اقرب وشايف احسن وقال لا العب بلاي اون، ادى لحليمو. دلوقتي الضربات الركنيه اللي يستفيد منها تبقى خطر. ربيع ياسين ماشي حلو قوي 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 التزحليقه دي وتوفيق تاني، التزحليقه ضيعت جول اوت. الزحلق النادي الاهلي، لكن جت لربيع ياسين تاني فرصه اخرى، شاط بره اوت. شفنا احتياطي النادي الاهلي حليمو، احتياطي الاولمبي واحتياطي النادي الاهلي. فاول في صالح الاولمبي. عبد الحكيم عثمان بره، احمد هشام عبد القادر، طويلة برا اوت بتاعت النادي الاولمبي. باقي حوالي 5-6 دقائق على انتهاء الشوط الاول، والنتيجة في صالح الاهلي 2-0. محمود الخطيب جاب الجول الاولاني بعد 10 دقائق، محمد عامر الجول الثاني بعد 35 دقيقة. الكرة مع النادي الاهلي وماشي زكريا ناصر من ناحية الشمال، مشي حلو قوي وهيلعبها طويلة هناك بس اطول من لازم. دي لازم تكون مقشرة، يعني ايه حنينة، يعني يقدر ياخدها. مصطفى عبده اهي دي حنينة وبيلعبها بدماغه كويس. زكريا ناصف تطلع بره هاي. يعني الوينج اللي يطلع لازم يقدر الاوفر، يبقى قوي. بديل الوينج اليمين اللي هناك اللي بعيد يبقى متوسط، لان في واحد عاوز يلعبها بالهيدز او ياخدها على الطاير او حاجه. فطبعا بيبان بقى مهارات اللعيبه هنا وتحكمه في الكوره. حليمو
ضياء، حمدي ابو راضي، مجدي عبد الغني، محمود الخطيب. محمود الخطيب لربيع ياسين اللي دخل بيها جوه ربيع ياسين، وهاتوا خد ربيع ياسين هجيب جول الثالث. حلو 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 حلو، هاتوا خد حلو جدا جدا جدا. ربيع ياسين كان واضح انه طالع، وادى الخطيب وخد، وادى تاني وخد عشان يجيب الجول الثالث في غايه الجمال. حليم لسه ما قامش، حتى لو بص تلاقي حليم. زكريا ناصر والخطيب ربيع ياسين اشتركوا كلهم في الجول ده، لكن ربيع ياسين طلع بيها. يبقى بعد 42 دقيقة الجول الثالث 3-0 للنادي الأهلي. يبقى لغاية دلوقتي النادي الأهلي جايب من أول الموسم في مباراتين لغاية دلوقتي 7 أهداف. فجابوا 7 أهداف، 7 تجوال في مباراتين. دليل ان ده السنه دي زي ما قرينا وزي ما سمعنا وزي ما شفنا ان الفراوده عرفت مطرح الجول. السنه اللي فاتت تذكروا كنت تملي اقول لو قسمنا عدد الاهداف اللي احنا جبناها على عدد المباريات اللي لعبناها كان بيطلع النتيجه نص واحد. انما الوقت الحمد لله لو شفت تلاقي الاولمبي نوبه غلب 4 والاهلي غلب 4 والاهلي هو غالب 3 وجاه في مباراه المصري ودمياط 5 تجوال 3-2. فده كلام يبشر بالخير، لان احنا عندنا 3 فرق مشتركه في افريقيا، النادي الاهلي والنادي المقاولين العرب والزمالك في الادوار القبل النهائيه، ولازم نثبت ان شاء الله وجودنا في افريقيا، لان احنا اقدم دوله في افريقيا بتلعب كوره، وكانوا كلهم بينقلوا عننا، وكل الدول العربيه والشقيقه وكانوا بينقلوا عن مصر. فنرجع تاني نقول الكوره النادي الاهلي 3-0 ومتحكم، والخطيب بياخدها من واحد والتاني ويمشي، عاوز يطلع لوحده بياخدها، ترجع تاني لربيع ياسين طويلة. مصطفى عبده، الجمهور عمال يقول يا مجري يا مجري. قطعا لما الفرقة تبقى متحكمة وبتجري وبتلعب وغالبة 3-0، ولذلك أنا قلت لك في الأول يعني غريبة جدا إن الكورنرز على النادي الأهلي والأجوال اللي بيجيبها. ماشي النادي الاولمبي بيلعبها ناحيه الشمال، لكن مصطفى عبده مش سايبه. مصطفى عبده مش سايبه لسه بيحل عليه. خدها فعلا، خدها مصطفى عبده. ادي فايده الايه؟ ان الواحد ما ييأسش ويخش. بياخدها النادي الاولمبي الاخر ويمشي، ومحمد عامر يحاول ياخدها، واحمد خليل، وينتهي الشوط الاول بفوز النادي الاهلي 3-0. جاب الجول الاولاني الخطيب بعد 10 دقائق من ضربه حره مباشره خارج منطقه الجزاء، ومحمد عامر جاب الجول الثاني بعد 35 دقيقه، وربيع ياسين جاب الجول الثالث بعد 42 دقيقه. سيداتي انساتي سادتي، استراحه قصيره ونعود لكم من استاد القاهره الدولي وننقل لكم الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني زي حضراتكم ما شفتم اهو، واللي ضرب ضربة البداية في الشوط الثاني الأولمبي، لأن الأهلي كان هو اللي ابتدى المباراة. أهلي توصل له الكرة، وكانت نتيجة الشوط الأول 3-0 للنادي الأهلي. وزي ما حضراتكم عرفتوا الخطيب جاب الجول الاولاني، محمد عامر الثاني بعد 35 دقيقه، جول الخطيب بعد 10 دقائق، ربيع السيد في اخر 3 دقائق من الشوط الاول. النادي الاهلي يهاجم ثاني، مود خطيب طويله الى حليمو. في تغيير واحد حصل في النادي الاولمبي،
عطيه عبد الهادي نزل بدل احمد خليل. احمد خليل كان لابس نمره 11 بيلعب وينج يمين، نزل بداله عطيه عبد الهادي، ومحمود صالح بيلعب كوره ياخدها النادي الاولمبي وترجع تاني لمحمود صالح، الى ضياء السيد، الى محمود، الى مصطفى عبده. مصطفى عبده بيلعب لعبه ثرو في الوسط، اتقطع، ياخدها النادي الاولمبي ويمشي، رقص واحد والتاني ويلعبها ورا للكاس الصغير. الكاس الصغير بيلعبها، هات خدها كاس الصغير وهيلعب اوفر كورنر. كورنر تاني على النادي الاهلي. الكاس الصغير مشي حلو قوي. الاسمر الكاس الصغير ده هو اسمه احمد عبد العزيز انتوا عارفين، لكن ده الكاس الصغير. كورنر في الشوط الثاني في صالح الاولمبي. اول كورنر هيلعبها بيمينه، اتلعبت طويله ترجع، الباك هيلعبها اوفر صغيره خالص، ياخدها مجدي عبد الغني ويلعبها ثرو الى علاء ميهوب، وعلاء ميهوب الى الخطيب. لعبه حلوه قوي، هيجيب جول. برافو، جول، يا سلام، برافو، هوبا تصد وترجع، يا سلام، لعب حلو وتكتل من الاولمبي احلى، مفيش شك. فرقه مغلوبه 3 وبتدافع بهذا الشكل في لعبه داخله الجول، يحشوها من على الخط، تيجي تاني تصد حليم ويطلع. يعني اهي دي هنشوفها تاني اهي، شوف دي اهي راجعه مرتين 3، دي رايحه ودي جايه، و 3-0 لغايه دلوقتي اهو، شوف. وتاني في علاج للاعب، مفيش شك ان الكرة ما بتتلعب بإخلاص وبسرعة وبيبقى لها شكل. أول هاف تايم ابتدى هادي جدا، ثاني هاف تايم ابتدى ابتداء سريع، وشفنا اللعبة دي النادي الأهلي مصمم يجيبها جول والنادي الأولمبي مصمم إنه يحوشها، وبعدين تتحاش وتطلع كورنر في صالح النادي الأهلي. أدي أول واحدة يمكن في صالح النادي الاهلي، كورنر، وهتتلعب من ناحيه الشمال بيمينه، ترجع تاني علاء ميهوب بشماله يشوط الصد، لا هو اللي لعبها ناحيه جوله الديفنس. لكن ما فيش شك اني بيخطف، ما فيش حد من الاولمبي ورا. عطيه عبد الهادي اللي نزل وينج يمين ياخدها، عطيه طويلة قدام، طمعوا ان راح عليه جول، خلاه جري. مصطفى عبده راح ناحية الشمال هناك، خلاه جري ورجع هو، رقص واحد والتاني، كل ده صغير، تطلع بره اوت. اوت. تاني النادي الاهلي بيلعبها، هيرفعها، دخل بيها نمرة 12 محمد عامر، ماشي. مصطفى عبده في اليمين، خدها مصطفى عبده من علاء ميهوب، وعلاء ميهوب خد مطرحه هو علاء ميهوب اهو.
ما وقفتش على وش رجله نمرة 14 على ما يقول. نمرة 4 ده الجمل من النادي نمرة 7 لنمرة 3 عصام السيد. عصام السيد رجعها ورا. هاتوا خد عصام تاني. الكاس واقف ورا مستني. فاول فعلا في صالح عادل عبد المقصود. لعبت وبرقص واحد والتاني وعلاء فوق هاي. عادل عبد المقصود مرة هاي. إكرامي أول ماتش لإكرامي بعد مدة طويلة اللي كان غيبها عن الملاعب. 13 محمود صالح. مصطفى عبده دخل جوه وعلاء ميهوب طلع بره. ده حمدي ابو راضي كمان. طويله بره اوت. المتفرجين طبعا شايفين انتوا ان عددهم قليل على ماتش دوري ممتاز بين ناديين. الاهلي غالب اول ماتش 4-0 والاولمبي 4-0 والجو كويس مفيش حر النهارده كان والاستاد نظام هايل. يعني كل واحد كان منتظر ان الاستاد بالنظام الهايل ده يكون مليان النهارده. ماشي أيمن إبراهيم. الحكم صفر شك في لعبة واللاين مان سارح ما شاورش. اعتقد انه الحكم في حتة احسن. اوف سايد. لعبة الاوف سايد طويلة. علاء ميهوب تطول. مصطفى عبده بيشترك ما ياخدهاش. ياخدها عصام السيد. مجدي عبد الغني. علاء ميهوب. مصطفى عبده. علاء اوف سايد. علاء ميهوب اوف سايد. الكرة جوال. الاهلي جايب 3 جوال. المتفرجين عاوزه جوال مش عاوزه اوف سايدات. فكل ما بتحسب اوف سايد بتزعل المتفرجين طبعا. ونمرة 14 ماشي طلع بيها بره. عبد الحكيم عثمان اوت. لعبها حمدي ابو راضي. محمود صالح. عبد الحكيم عثمان هيشوط. شاط بره جنب الخشبه لكن حلوه قوي عبد الحكيم عثمان. و يعني إكرامي كان رامي نفسه عليها انما ما قدرش يعمل لها حاجه. وعبد الحكيم الحقيقه لعبها كويس وخطفها خطفه كويسه. الكره لازم تطلع بره. إكرامي ماشي من ناحيه الشمال. النادي الاهلي بترجع ياخدها للاولمبي. الاولمبي بيحاول. لازم نقول انه روحه كويسه. مغلوب 3-0 لكن بيحاول مفيش يأس. وبيديها لونج اليمين اللي نزل عطيه قبل هادي وطويله قدام هتروح او بيسندها على رجله حلوه. ومصطفى عبده لطشها جميله لمحمود الخطيب. هات وخد. ومصطفى عبده مش اوف سايد. يقدر يمشي. لعبها طويله بره اوت. بيزقه فاول على حليمه لان شاف انه ما يقدرش يعمل له حاجه. فات 10 دقايق من الشوط الثاني وباقي 35 دقيقه والنتيجه 3-0 في صالح النادي الاهلي. وشفنا لعبه طويله
حليمو ما قدرش يعمل لها حاجه الا يزقه بايديه، واتلعبت الاوفر حلوه وفي ايد حليمو على طول. حليمو بيلعبها طويله الوينج الشمال، بيسيبها ويمشي، يسيبها ويمشي. ترقيصه حلوه. المن ايمن ابراهيم. الكاس بيقول له هات، الكاس ما يلعقهاش. لا مش بتاعته، هيسيبها. الكاس لقاها مش بتاعته. حمدي ابو راضي نادي اهلي. محمود الخطيب على صدره، هات وخد. حمدي ابو راضي، علاء ميهوب، زكريا ناصف، تروح ياخدها علاء، سبقته ياخدها محمود صالح النادي الاهلي، ويدي ربيع ياسين نادي اهلي. الاولمبي ياخدها عطيه، وترجع تاني محمود صالح. حمدي ابو راضي، مجدي عبد الغني، عاوز يرقص، يرجع على جوله ويديها الى ضياء السيد. ضياء لمحمود صالح الى زكريا ناصف، الرابعه للوينج الشمال. مصطفى عبده مستني جوه، مصطفى عبده بيجري، مصطفى عبده هناك اهي، ما حصلهاش. ومحمد عامر ما يلحقهاش. ماشي النادي الاولمبي لعبها في صالح النادي الاولمبي. نمرة 15 لاعب ده حسن صابر. ماشي هيرفع بقى، لعبة وحش، اوت. الاوت مزنوقة لكن يقدر يرفع. ترجع للنادي الاهلي ويبدأ جاري، ياخدها محمود الخطيب ويلعبها صغيرة الى علاء ميهوب، ماشي اوف سايد، وخدها حليمو قبل علاء ميهوب على العموم، قبل خط الباكات بكتير. 3-0 وفات 13 دقيقة من الشوط الثاني. الاهلي على شمالك باللبس الاحمر، الاولمبي باللبس الابيض على يمينك، وبيلعب طويلة قدام، بيرجعها حمدي ابو راضي، لعبة من بعيد قوي، برافو اكرامي، مش منتظرة من 40 ياردة وراحة في الزاوية اليمين. اكرامي راح رامي نفسه عليها، راح مطلعها كورنر، والكورنر ده يبقى السادس للاولمبي او الثاني في الشوط الثاني، وتاني بيطلعها النادي الاهلي. هيشوط من بعيد، شاط في السماء فوق. هاي النادي الاهلي لسه ما غيرش حد. النادي الاولمبي غير عطيه عبد الهادي، لابس 16 بدل احمد خليل اللي كان لابس 11، ومحتفظ دول ريفي واحمد ماهر مساعدينه بالاثنين بتوع البدلاء للاخر. مجدي عبد الغني بيلعبها صغيره، يخطفها ايمن ويلعبها ما يلعبهاش. اوت بتاعت النادي الاهلي، اتلعبت بسرعه. مجدي خدها ومشي. حمدي ابو راضي للخطيب، وسط 3 الخطيب بيطلعها. علاء ميهوب وحمدي ابو راضي والخطيب بيبداوا اللعب من نص الملعب، ويبتدوا يدوا بعض ويطلعوا ويا بعض، ومصطفى عبده بيروح ناحيه اليمين مستني الزنق في الوسط يفتحوا له اللعب. لكن هم بقى لهم لعبتين 3 بيلعبوها في النص مزنوقين، والديفنس بتاع الاولمبي صامد، وشفنا اللعبتين اللي طلعها من جوه.
فاول على النادي الأولمبي، وقصاد خط الباكات من بره اهي. ادي انت شايف الحكم الدولي احمد بدوي واقف قصاد خط الباكات، ومحمد عامر رايح، وادي حليمه. محمد عامر يرجعها احمد بدوي. محمد عامر هيلعب، اتلعبت اوف سايد. لما اتلعبت كان احمد بدوي واقف قصاد هجوم النادي الاهلي، قصادهم بالظبط، ادى اوف سايد اهو، واقف مطرح مكانه قصادهم بعد الفاول الثالث في الحته دي. وعلى نقطه البينالتي حليمه هيلعب الاوف سايد. بترجع فاول في صالح مصطفى عبد. علاء ميهوب سابها للكابتن مصطفى عبده، ودخل هناك علاء ميهوب، لعبها مصطفى عبده طويله حلوه، بيطلعها الديفنس ويطلعها تاني الكاس اللي كان راجع لورا خالص، وخدها عادل عبد المقصود واداها يمينه، وبياخد الكاس في النص. الكاس في النص ما اداش للكاس وشاط، الكاس كان فاضي واخد له مطرح كويس، شاط اتصدت، رجعت لمجدي عبد الغني، خدها النادي الاهلي وسرح ومشي محمود صالح الباك المتاخر. شوف بقى فين عند الكورنر، وبيرجعها ورا الى مصطفى عبده اللي هيرفع، ورفعه صغيره، جول اهو. اوف سايد، اوف سايد. علاء ميهوب واقف هو وحليمه، اوف سايد. عبد الحكيم عثمان الكاس الصغير، الكاس بيرقص كويس ولعبه صغيره. عبد الحكيم مشي كويس وبيلعبها لعادل، عادل رجعها. الاولمبي لعب 6-7 نقلات حلوين، وادي السبعه فوق في الصد في واحد من النادي الاهلي، وتروح كورنر. يبقى ثالث كورنر في الشوط الثاني في صالح الاولمبي. كان له 4 كورنر في الشوط الاولاني في صالحه برضه، دليل ان ديفنس النادي الاهلي مش مديهم فرصه، تملي بيشترك وياهم لحد ما تروح كورنر طويله ازيد من اللازم. لسه ما راحتش بره، لسه ما راحتش بره، خدها النادي الاهلي واستفاد منها وطلع ربيع. مجدي عبد الغني بيديها الى زكريا ناصف، الى مصطفى، الى حمدي ابو راضي. مش بقول لك تملي حمدي ابو راضي هو اللي بيطلع قدام، هو وعلاء ميهوب. مصطفى عبده راجع لورا وبيديها الى محمود صالح. علاء ميهوب وهاتوا خد، وادي الاثنين اللي بقول لك تملي متقدمين. علاء ميهوب بيرجعها بكعبه الى حمدي ابو راضي، ترجع اوت. بيتأسف وبيخبط ايده في رجله وبص للسماء، يعني ازاي دي تروح مني. نادي الاولمبي ياخدها ويمشي. فات تلت ساعة من الشوط الثاني ولا زالت النتيجة 3-0 في صالح النادي الاهلي. 3 اجوال جم في الشوط الاولاني، في الدقيقة 10 وفي الدقيقة 35 وفي الدقيقة 42، وكرة مع كاس صغير للاولمبي. في لاعب واقع، كاس ودى الكرة بره اوت عشان يتعالج اللاعب. هيخش طبعا دكتور عادل فهمي اولمبي.
النادي الاهلي جه هنا على الخط وفي زمزميه، خطيب بيشرب، وده محمد عامر، وادي ربيع ياسين. نمرة 11 أول تسخين للنادي الأهلي عشان يغير شريف عبد المنعم، بيسخن. هتشوف شريف عبد المنعم دلوقتي بيسخن في التراك، هنعرف هيتغير بدل مين. اهو شريف عبد المنعم نمرة 11 لابس اهو بيسخن اهو. طبعا التسخين ده كلنا عارفين مهم جدا للاعب، عضلاته بتبقى بارده، ولو نزل وعمل سبرنت ولا عمل اي مجهود فوق طاقته يطلع عضلات الشد ولا حاجه، عشان كده يسخن. يعني كلكم دلوقتي الحمد لله عندكم عربيات، العربيه الصبح لو انت طلعت بيها على طول تبص تلاقيها ترجرج وتعمل، فلما تسخن شويه وتستعد تبقى كويسه. نمرة 2 حمدي ابو راضي بيلعبها ناحيه الشمال وترجع ورا. النادي الاهلي واخد الكرة وبيديها لمصطفى عبده، هوبا مصطفى بيرقص تروح منه، تروح من مصطفى. نمرة 7 ايمن ابراهيم المن، طويلة حلوة، فاول في صالح الاولمبي. اللغة نمرة 15 حسن صابر، اللعبة اللي طلع بيها اتعور، كاس واقف نمرة 9 ظهره لنا. اللغة البذيئة اللي من قلة قليلة جدا بتسيء لجمهور الكورة واللعب الكورة. نرجو مؤكد في جنب اللي بيقول الجملة دي اللي غير محببة جنبه 20-30 واحد من الناس الكويسين يقولوا لا عيب ومش كده، ولأن مش معقول هيوقفوا الشرطة عاملة والأمن عامل نظام والاستاد عامل نظام، لما هيوقفوا لكل واحد جنبه عشان ما يقولش لفظ زي ده، لا طبعا. لكن احنا بنفسنا اللي قاعد جنب واحد ويشوفه بيقول كده يقول لا ما صحش. يعني عمرنا ما كنا بنسمع الألفاظ دي. شريف عبد المنعم استعد وخلاص قرب للسنتر عشان ينزل، اهو هو بيجري. شريف عبد المنعم بيسخن. الفاول في صالح الاولمبي هيتلعب، ولسه شريف ما نزلش، مش هنعرف غير لما اهو الحكم وقف وفي تغيير. شريف عبد المنعم نزل محمد عامر طلع ونزل شريف عبد المنعم. الاهلي ماسك الكوره، مصطفى عبده، الخطيب هوش وهو واقف وخدها وحاود، ومصطفى عبده بياخد له مطرح اداها في النص، وقع الخطيب في الارض واللعب ماشي ومحمود صالح المتفرجين بتقول له طلع الكرة بره عشان محمود الخطيب يتعالج. اهو طلعت الكرة فعلا بره عشان راح مصطفى عبده لمحمود الخطيب ورايح له احمد بدوي، ماسك رجله الشمال، انكر رجله الشمال، بينده للدكتور مكاوي ومساعدينه حسنين حمزة او محمود حمدي.
3-0 في صالح النادي الاهلي. اول هاف تايم، في اول 10 دقائق الخطيب جاب جول، وفي الدقيقه 35 محمد عامر جاب جول، وربيع السيد جاب الجول الثالث في الدقيقه 42. غير في الهاف تايم عطيه عبد الهادي من النادي الاولمبي بدل احمد خليل، وغير شريف عبد المنعم دلوقتي بدل محمد عامر. وقام اهو الخطيب سليم الحمد لله، لان الحقيقه اللعيبه لسه احنا في اول الموسم، واللعيبه بتاعت الانديه مشتركه، خصوصا المشتركه في تصفيات الدور قبل النهائي لابطال الكؤوس وابطال الدوري، ومنتخب مصر اللي طلع للدور الثاني في تصفيات كاس العالم. كل دي تمشي طويله، لكن ابو راضي بيهوش، حمدي ابو راضي يهوش، عمل ان هيدوا اكرامي وراح الناحيه الثانيه، والوقت هيرجع لورا. ضياء السيد، شريف عبد المنعم اول نوبه يلعبها لمجدي عبد الغني الى حمدي ابو راضي. حمدي ابو راضي بيرقص وبيلعبها صغيره للخطيب، بينط الخطيب والكره تروح، بياخدها مجدي عبد الغني ويدي محمود صالح لمجدي عبد الغني، تاني بيوقفها النادي الاولمبي، ياخدها ربيع ياسين ويمشي. فاول على النادي الاولمبي في صالح النادي الاهلي. ربيع ياسين فاول في صالحه. محمود الخطيب بيقول للحكم في واحد قريب، لاعب الصغير هوبا فوق الخشبة هاي. 27 دقيقة فات من الشوط الثاني. في لاعب بيسخن من النادي الأولمبي، التغيير، النادي الأولمبي فاضل له تغيير والنادي الأهلي فاضل له تغيير. النادي الأولمبي بيسخن، هنعرف نمرة كام اللي بيسخن وهينزل بدل مين إن شاء الله. طالع النادي الأولمبي عادل عطية، عادل بتروح منه بيرجع، زكريا اوفر، هو جول بقى. خطيب هيجيب جول. برافو يا خطيب، برافو يا حليم. الخطيب مشي حلو من 2 وركنها باليمين ركنه حرفنه، لكن حليم صاحي رمى نفسه عليه. فبنقول لعبه حلوه والصد احلى. اللعبه حلوه ما فيش شك، ومهارات ممتازه، واهي هنشوفها تاني. شوف اهي اهو مشي، وشوف بيمينه بيحطها فين، لكن حليمه ناصح ورمى نفسه عليها. فكل اللي احنا بنقوله لعبه حلوه وصد احلى، مفيش كلام. النادي الاولمبي مع الكوره لكن بيرجع لورا، دي لعبه لقدام والثانيه. شريف عبد المنعم بيقع في الارض وبره اوت. في لاعب من الاولمبي واقع في الارض، الظاهر عنده تقلص عضله، لان بيساعده لاعب من النادي الاهلي اهو تخلص. ونمرة 14 راح له الحكم ممشي اللعب، سابوا اللاعب اللي في الارض وجريوا للكوره، لان الكوره مع حمدي ابو راضي وطالع وبتروح بتصد مصطفى عبده داخل، تطلع من فوق دماغ مصطفى. اللعبه فيها سكرو، نطت في الارض مصطفى دخل، راحت طالعه من فوق دماغه ومشي بره اوت. احمد بدوي راح للاعب اللي واقع وبيندى للدكتور.
دكتور عادل ومساعده من النادي الأولمبي. لسه اللاعب بيتعالج، والبحر جسور ده المدرب. بحر جسور ده كان لعيب في اسكندريه ولعيبه كويسه الاسمر ده، والان هو بعد استقاله السيد الطباخ بعد المباراه الاولى، الان اصبح بحر جسور هو المدرب، وكامل صرصار مدير الكوره، والدكتور عادل هو اللي وياه. ادي لاعب من الاولمبي بيسخن ورا الجول اهو اللعيب، الحمد لله قام هو واحمد بدوي، حميد احمد بدوي حكم دولي. الهوا شويه ويا النادي الاهلي اهو، انت شايف نمره 2 حمدي ابو راضي رايح وياه، الهوا بياخدها من مصطفى عبده، كاس الصغير الى عادل عبد المقصود، محمود صالح بتتاخد، محمود صالح كاس الصغير بياخدها، وبتطلع من عطيه عبد الهادي اللي نزل نمره 16 ياخدها محمود الخطيب ويمشي، تتاخد من محمود الخطيب ويرقص ويلعبها حلوه ناحيه الشمال. الاولمبي بيلعب تاني هاف تايم احسن من اول هاف تايم قطعا، لان دي انتوا عارفين الكوره جوال، اما كان الاهلي احسن قوي اول هاف تايم، جاب 3 جوال. دلوقتي في لعب من ناحيتين، وفي هجوم من الاولمبي اكثر شويه بكتير من الشوط الاولاني، وبيمسكوا الكوره اكتر من الشوط الاولاني. كاس صغير بيقع والكره تتلعب، مجدي عبد الغني، علاء ميهوب، شريف عبد المنعم، مجدي من 40 ياردة اداها لمصطفى عبده، مصطفى بيكسر وصلحها الى الباك اليمين حمدي ابو راضي، صدها الباك اللي راجع لورا، حمدي ابو راضي بيلعبها من وراه، لسه مش اوت، تطلع بره. محمود صالح، علاء ميهوب طويله يطلعها الديفنس بتاع الاولمبي. مفيش شك ان الروح اللي بيلعب بيها الاولمبي كويسه، بنحييه عليها، مغلوب 3 وبيلعب بروح كويسه، مفيش شك، واللعب نظيف، مفيش فاول مقصود من الناحيتين، يعني الواحد الحمد لله. لعبه طويله للكاس، كاس ناحيه الشمال، هيشوط من بعيد الكاس بره اوت بعيد. إكرامي علاء، حمدي أبو راضي، محمود، مجدي عبد الغني. الجمهور مش بقول لك انه بيحب يشوف جوال، وان النادي الاهلي كان اول هاف تايم احسن ولذلك جمهوره كان راضي وهايل قوي. الوقت ابتدى الجمهور يقول هيلا هوبا عاوزين يشوفوا جوال، الكوره جوال، ما هو وبعدين جابوا لهم في نقلتين 3 من الاولمبي وفر فوق، لكن في هجوم وفي ضغط، وفي قلنا انه على اكرامي بتتلعب من فوق الخشبه وصد واحده واترمى على واحده، يعني النادي الاولمبي وصل. في تغيير من النادي الاولمبي، هنشوف نمره كام اللي بيغير، هينزل نمره كام ده، نمره 6. هنشوف نمره 6 هينزل
وهيطلع الكاس الصغير. نمرة 6 محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم نزل نمرة 6. طويلة عادل عبد المقصود. الكاس طلع التغيير الثاني ونزل بدله محمد عبد المنعم لابس نمرة 6 للنادي الأولمبي. والنادي الكرة الأهلي مع الكرة وبيلعبها زكريا ناصف إلى حمدي أبو راضي. حمدي أبو راضي بيرقص كتير، ترجع ورا. الخطيب بيديها اوفسايد، مجدي عبد الغني اوفسايد كبير قوي قدام. – 37 دقيقة فات وفاضل 8 دقايق على انتهاء المباراة والنتيجة 3-0. نمرة 16 اللي نزل عطية عبد الهادي اداها الى عادل عبد المقصود. الاولمبي يهاجم وما شفناش الكلام ده اول هاف تايم بتاتا. بقيت اقول لكم في كورنرز ولو انها ما فيش هجوم كتير، لكن في ضربات ركنيه كتير. الدور ده في هجوم من النادي الاولمبي ولكن ما فيش فاعليه من ناحيه الاجوال. 3-0. محمود صالح لعبها وحش، محمود ياخدها عادل. ايمن وداها للديفنس بتاع الاهلي. ناصف، مجدي عبد الغني، مصطفى عبده، حمدي ابو راد. استنى، بيخلوا الكوره في رجليهم كتير طبعا. ودي ياخدها الجمل ويرجعها الى حليمه. النادي الاولمبي ماشي من واحد وبيدي وهوش الثاني وبيرجع وبالثالث لسه مع الاولمبي وبيلعب اوفر وعلى صدره بيطلعها. برافو، طلعها النادي الاهلي. لكن مؤكد الاولمبي فيه هجوم و علاء ميهوب ماشي. النادي شريف هيرجعها ورا. جول. استنى بره. جول. حرفنة حلوة في حتة صعبة لكن فوق الخشبة بره. الأولمبي ترجع لورا. اول بتاعت الاولمبي اتلعبت اوام، بيرجعوها الى حليمو. حليمو بيقول له اطلع قدام. باقي على ساعتي حوالي 5 دقايق على انتهاء المباراة والنتيجة 3-0. الاولمبي زي ما يكون يقول لك ايه، حاول انك تجيب جول، ما قدرتش اهو. بدل ما يجي فيا يبقى 3 احسن من 4. والاهلي يمكن اتكل على ال3 اجوال. مصطفى عبده لعبها اوام لعلاء ميهوب، وعلاء ميهوب بيلعبها في النص. مجدي عبد الغني بيوقف وبيسندها. هوبا، برافو، شوطه حلوه
وصدى احلى من شريف عبد المنعم وحليمه. على مهليهم، شوف ماشيين على مهليهم ازاي. تمام اهو، 1 2 3 4 5 لابسين ابيض. زي ما بقول لك النادي الاهلي مكتفي الظاهر بانه غالب 3، والاولمبي مكتفي يقول لك ان ما جبتش واحد يبقى 3 احسن من 4. نمرة 3 عصام السيد بيرجعها ورا عادل. جمل طويلة قدام، يمشي وهوبا بره. في شك ان كرة جوال، وان اول هاف تايم المتفرجين اللي هنا واللي جنب التلفزيون يتمتعوا ب3 اهداف، وكان اللعب حامي عن كده. الاولمبي حمل لعب تاني هاف تايم بيكون هو هاجم اكتر كتير قوي من الشوط الاولاني، لكن بدون ترجمة هذا الى اهداف، لان الديفنس بتاع الاهلي صامد، ولانه بيعتمد على انه في اخر ضربه بيخش. هوبا صاروخ جنب الخشبه. هوب جنب الخشبه حلوه قويه لكن بره. حليمو ماشي. لحليمو تاني. اللعب بقول لك بقى طبعه الهدوء. حليمو بايده هناك للونج اليمين، حلوه، هات وخد، ياخدها ربيع ياسين من النادي الاهلي. شريف طويله قدام. مصطفى عبده يقدر يجيب الرابع. استنى راح، يقدر يجيب، مش قلت هيجيب، يقدر يجيب لو كان لعبها كويس. في فرق بين هيجيب الرابع وبين يقدر يجيب. تاني حمدي ابو راضي. مصطفى عبده بشماله، لعبها طويله شريف عبد المنعم. شريف بيظبط وبيمشي، يخش بيها الاوت. في الدقائق الاخيره من المباراه، والنتيجه 3-0 في صالح النادي الاهلي. حليمو سامي صلاح والجمل واقفين جنب حليمو بياخدوها منه ويدوها له، وهشام عبد القادر حليمو، وعصام السيد جاله ناحيه الشمال. عاوز بقول لك انا حليمو يقول لك اما كفايه 3 اجوال، وحاسس ان الوقت خلص. 14 عبد الحكيم عثمان، حليمو تاني. يعني واضح دلوقتي اظن الكلام اللي انا بقوله ان الاولمبي كان في وقت من الاوقات الشوط الثاني بيهاجم ويخش وعاوز يجيب جول، خاف انه يطلع قدام اي كره مرتده تيجي فيه، فيقول لك 3 احسن من 4. وحليمو بيلعب لعبه طويله قدام، بيوقف ربيع السيد ويرقص ويمشي ربيع ويلعبها بالعرض الى زميله الباك الثاني حمدي ابو راضي بيلعبها قدام الى محمود الخطيب ومصطفى عبده. حليمو في باكين بيطلعوها، لعبة حليم صدها كويس، طلعها وبيصفر الحكم احمد بدوي، وتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي
3-0.